هاي جايز، كيفكم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي مينا. اليوم راح اسوي لكم شرح شلون سويت هذه. فليتس جو. راح تكتب color و راح تطلع اول وحدة color widgets. بعد هذه اول وحدة بهالطريقة تنكتب، غيرها هذني نو. نكتب راح يطلع لنا تطبيق، راح يطلع لنا هواي تطبيقات مثل هذا وهذا وباقي، يعني اكو جوا، بس هذا بالاصل هو التطبيق الاصلي. هذا هو التطبيق الاصلي. ندخل عليه. طبعا مثل ما تشوفون انا مسويه. نجي راح نضغط على علامة الزائد، نجي عليها انضافت عندنا. راح تيجي تصير، يعني راح يصير عندنا مثل هذه راح تطلع عندنا. راح نجي على هنا اللي هي إضافة صورة، راح تضيفون من المعرض إضافة صورة. راح يطلع عندكم الصورة هنا. أنا عندي هاي الصور، مثلا راح أحط هاي الصورة مثلا. هندوس استخدام. اوكي، راح نسوي هذا. اذا انتو مالتكم الايباد او الايفون عربي، هنا عندنا تعقيم الوجت ندوس على هذا، او راح تكون يعني كلمة بالازرق ما ادري اخضر، وننزل جوا نحط تعيين كوجت جديد. تمام. هسه راح اعلمكم شلون راح احطه. تعالوا نشوفكم. عندي برنامج الصور، راح اوديه هنا. برنامج الصور وديته، راح اوديه هنا واحط السناب هنا. راح احط الصورة هنا. طبعا راح اخلي الشاشة تهتز واجي على الزائد. طبعا نجي على الزائد نجي على الزائد ندوس، راح تطلع لنا كل البرامج اللي عندنا. راح ننزل يعني ندور على اسم التطبيق، هياته اسم التطبيق. نضغط على اسم التطبيق اللي هو color widgets. هنا عندنا كل الأحجام والأشكال. أنا راح اختار أصغر واحد وندوس إلى إضافة أداة. صارت عندنا هذه هنا، شوفوا صارت عندنا، بس راح تقولوا لي ما صارت مثل هذه. فطبعا ما صارت. هسه راح نضغط عليه ضغطة مطولة هيجي، راح يطلع لنا هاي إزالة الأداة، تحرير الشاشة الرئيسية، تحرير الأداة. راح ندوس على تحرير الأداة، ننتظر. حندوس على هذه، راح ناخذ آخر درجة. أنا عندي آخر درجة 10، انتو يمكن يكون عندكم 5 4 1 عادي، راح تختارون آخر درجة. وهسه راح نضغط يعني حتى نوخرها.
شوفوا صارت عندنا. يعني هاي شغلة كلش حلوة. وبس حبايبي هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسونا باللايك والشير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات على مود يوصلكم كل شي جديد.